بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يا رب تكونوا جميعا بألف خير. إن شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة الرجاج الناشف بطريقة سهلة وبسيطة، الأكلة الشهيرة والراعي الرسمي في عيد الأضحى. كل سنة وانتم طيبين، خلاص العيد فاضل عليه أقل من شهر. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة وبتكات أول مرة تعرفيها ان شاء الله. بعد الفيديو ده مش هتشتريه من بره وهتعمليه، هتعرفي كل التفاصيل من اول العجينة لحد التسوية. تابعي معانا الفيديو للنهاية وان شاء الله هتكوني مستفيدة. بنسمي بسم الله ونصلي ونسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. معانا كده كوباية من المية، وهو بالمج العادي اللي موجود في كل بيت. حطيت كده في الطبق كوبايتين من المية، وهضيف عليهم معلقة صغيرة من الملح. هندوب الملح كويس كده في المية. بعد كده معايا كيلو من الدقيق، وده مغربلينه يعني نخلينه. لازم اي معجنات تعمليها تنخلي الدقيق علشان تاخدي منه نتيجة كويسة. انا هنا بدوب الملح ما بحطوش على الدقيق. وبرضو لو في معجنات فيها مية فيها ملح وسكر، بدوب الملح والسكر الاول وبعدين انزل عليهم بالدقيق. هنبتدي كده نعجن زي ما احنا شايفين. بنعجن كده الدقيق بندخله مع المية زي ما احنا شايفين كده. محتاجين مية تاني. هنا هننزل بالمية شوية بشوية، ما ننزلش بيها مرة واحدة علشان نعمل لي العجينة بتاعتنا عرج وتدينا كده نتيجة حلوة. في بعض المعجنات ما بنحبش يكون ليها عرج، ولو ظهر العرج فيها ما بيكونش نتيجتها حلوة في النهاية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الطريقة دي سهلة وبسيطة خالص، وتنفع مع المبتدئين. لو حد عاوز يعمل رقاق يا جماعة وما بيعرفش، يشوف الفيديو ده وإن شاء الله هينجح معاه من أول مرة. جربي في نص كيلو دقيق بس، أو في كوبايتين دقيق، وتعملي كده قطع العجين صغيرة، وهتعملي أحلى رقاق إن شاء الله. شايفين العجينة كده اخدت معايا لحد كده. انا مش محتاجة مية تاني، بس هي مش معجونة كويس. علشان نسهل على نفسنا هنعمل التكاية والحركة دي. هسيب العجينة 10 دقايق، هغطيها وهسيبها 10 دقايق، وبعدين ارجع اكملها عجن. هنا يا جماعة شايفين بعد ما عدى 10 دقايق على العجينة، شوفوا شكلها كأنها عجنت نفسها. والحركة دي بتسهل علينا يعني ان ما نعجنش كتير. لو انت مستعجلة وحابة تعجني هتعجنيها يعني هتستمري في العجن كده 10 دقايق. لو انت مش حابة تريحيها هتستمري في العجن كده 10 دقايق متواصلين. شايفين العجينة شكلها بسم الله ما شاء الله كده نعمت معانا. وهنعجنها بس مش هتاخد معانا وقت خالص علشان احنا ريحناها. يا دوب كده هلفها لفتين وهتشوفوا شكلها عامل معانا ازاي. العجينة دي اخدت مني مية 3 كوبايات الا ربع بمج الشاي العادي. 3 كوبايات الا ربع. يعني ساعات انا بعجن كيلو من الدقيق بياخد 3 كوبايات مية، زائد معلقتين او 3 4 معالق كبار على ال3 كوبايات. شايفين العجينة قوامها بسم الله ما شاء الله. العجينة كده طلعت من ايدي وطلعت كده من الطبق زي ما انتوا شايفين. بيكون القوام بتاعها بالشكل ده. ملمسها كده بيكون ناعم، وبتكون عجينة معانا كده عجينة يابسة، يعني عجينة قاسية شوية، ما هياش طرية. هغطي العجينة كده 5 دقايق وبعدين ارجع اشكلها. وهنا بعد ما ريحناها 5 دقايق معانا طبق او صينية عرشين عليه شوية كده من الدقيق، وبنقول بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدينا كده نقطع ونكوره. طبعا حجم الكورة زي ما انتي عايزة، يعني لو عايزاها حجم كبير او متوسط. انا هعملها بالحجم اللي انتوا شايفينه معايا ده. ممكن تشكليها اصغر من كده، او على مقاس الصينية اللي انتي هتعملي فيها الرجاج، او ممكن تعمليها اكبر من كده زي ما تحبي. اهو هنعملها كور كده ونحطها على الدقيق. اهم حاجة بعد ما نشكلها نغطيها يا جماعة
بكيس وفوطة علشان وشها ما ينشفش معانا ويحصل فيه كده تشققات. اهو كده شكلنا كور العجين. هنا هوريكم. طبعا لما افرد هبتدي باول كوره دي اللي حطيت صباعي فيها. شايفين الكوره ارتاحت معايا، يعني حطيت صباعي فيها كده ما طلعتش الفيلم. بعد ما شكلت كده كم كورة، للأمانة أنا ما شكلتش العجينة كلها، يعني عملت كم كورة كده بتاع 7 أو 6 كرات من العجين، حطيتهم في الطبق اللي انتوا شفتوه ده وغطيتهم كده بكيس وبفوطة، علشان يعني الجو الحر بصراحة خفت عليهم ينشفوا أو العجينة تسيح معايا. هنا جبت أول كورة وابتديت أبططها بإيدي كده زي ما شايفين معايا، وهنبتدي كده نفردها بالنشابة او بالمردنة وبنلفها من هنا ومن هنا. اهم حاجة نفردها كده على شوية دقيق حلوين علشان ما تلزقش وتتقطع مننا. والدقيق ده احنا بننفضه في الاخر. الدقيق اللي انا بفرد بيه حاطه عليه معلقة كبيرة مليانة من النشا علشان تسهل معايا عملية الفرد. ركزوا كده، انا بفرد من كل ناحية، يعني ادي دي الناحية التانية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يعني الفيديو شارح نفسه، مش محتاج اني انا اتكلم. اهو كده هناخد ايه الناحية التالتة، وتركزي على اطراف الفطيرة او الرجاجة علشان ما تكونش الرجاجة بتاعتك في النص خفيفة خالص والاطراف بتاعتها بتكون سميكة. بنلف كده العجينة من كل ناحية اهو زي ما احنا شايفين. ولو حسيتيها انها بتلزق معاكي ممكن تحطي رشة من الدقيق، لكن انتي البدام حاطة شوية من الدقيق كده حلوين، هي ان شاء الله مش هتلزق معاكي. وانتي وبتنشبي كده تكون ايديكي خفيفة على النشابة. اهو الرجاجة بتاعتنا اتفردت معانا، وزي ما انتوا شايفين كده بناخدها من كل ناحية او من كل جنب بنفردها شوية. لو انتي مبتدئة وخايفة انك تحطيهم على صينية زي ما انا هتشوفي معايا كده، فسوي على طول. انا حطيتها هنا على صينية وهفرد واحدة تاني. اهو بفرد معاكم واحدة تاني بنفس الطريقة كده، بناخدها من كل جنب شوية وبنركز على الأطراف. بعد كده بعد ما افردها هشيلها واحطها على اختها اللي حطيتها في الصينية. زي ما قلتلك لو انت خايفة انهم يلزقوا في بعض او مش هتعرفي تشيليهم اثناء الخبز، فخلاص سوي واحدة بواحدة. يعني لو انت خايفة انهم يلزقوا في بعض، شايفين اهو حطيتها على اختها وهغطيهم. اهم حاجة تغطيهم كويس عشان ما ينشفوش. هنا كنت فردت واحدة تالتة وبمسح كده الدقيق بنفضه من عليها. بعد كده هنيجي للتسوية. بنولع الفرن بيسخن معانا، بعد كده بنخلي النار متوسطة او اقل من المتوسطة بشوية، ونبتدي كده نفرد فيها الرجاجة زي ما احنا شايفين. وبعد كده ادي الرجاجة التانية اهي. الرجاجة ابتدت كده اخدت معايا لون، انا قلبتها يعني بعد ما خدت لون من الناحية دي قلبتها على الوش التاني اهو. هنسوي واحدة تاني زي ما احنا شايفين كده. لو انتي حباها ما تاخدش لون معاكي خلي النار اقل من المتوسطة. مجرد ما هتشمع معايا كده وتاخد لون من الناحية دي هقلبها على الوش التاني، بس اللقطة دي ما جاتش. وبعد كده اهي استوت. هي ما بتاخدش وقت يا جماعة خالص في الفرن، وتخلي بالك عليها عشان ما تاخدش لون بزيادة زي اللي شفتوها معايا. انا بس عيالي بيحبوه يكون واخد لون زي ما انتوا شفتوا لونه كده. لو انت حباه يطلع لونه فاتح خلي النار اقل من المتوسطة. هنا بكمل بقية العجين. انا كده خلصت الكرات العجين اللي انا قطعتها معاكم وفردتها خلصتها تسوية. بعد كده ابتديت اكمل بقية العجينة. قطعت كده كورتين، فردت واحدة والتانية كده مغطياها بكيس على ما افرد دي وادخلها الفرن. ابتدي افرد الكورة التانية.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. استخدامات الرقاق ده، يعني احنا بنعمله صينية رقاق باللحمة المفرومة في عيد الأضحى، وممكن كمان بنعمله بالتقلية الصعيدي، ممكن نكسره كده ونحطه في طاجن وعليه معلقة سمنة بلدي وشوية مكسرات، بس مش بنخليه، يعني مش بنكسره خالص يكون ناعم، لا، وبندخله الفرن ونعمل بيه احلى طاجن ام علي. ممكن كمان نكسره كده وتسقيه بشوية لبن وتفطري بيه او تتعشي بيه، بيكون عشاء خفيف وطعمه في منتهى الجمال، يعني ليه كذا استعمال. اهو زي ما انتوا شايفين كده، حطوا اللايك لو انتوا وصلتوا معايا لحد هنا. هنا بعد ما فردتها كده بنفض من عليها الدقيق، فالنفضة دي اللي بعملها، الحركة دي اللي بعملها بإيدي كمان بتساعد على توسيع الرقاقة بتاعة العجين. اهو زي ما احنا شايفين كده. انا هنا قلبت الصينية بصراحة علشان لقيتها مش مدياني عدلي في الاول، فخليت على ظهر الصينية وجبت كده نشابة او المردنة او العود ده اللي بنفرد بيه، جبت واحد اكبر من اللي كان معايا الاول. واهو هنسويها دي كده، بسوي واحدة بواحدة. اهو هنخلص كل الكمية كده. شايفين الرجاجة هنا بوريها لكم، بقول لكم شايفين الرجاجة خفيفة ازاي وايديا باينة منها، مش عارفة الصورة كانت واضحة لكم ولا لا. هسوي كل الكمية كده واخلصها مع نفسي وارجع لكم. عملناه كده بطريقة سهلة وبسيطة. شايفين دي بسم الله ما شاء الله الكمية اللي احنا عملناها، واخدوا منيها الولاد اكلوا بالهنا والشفا. شايفين الفطيرة هدية ما غمكتهاش، ما اديتهاش لون اغمق بزيادة، يعني لونها ابيض وفاتح. وهوريكم الفطير، شايفين من كتر ما هو هش كده وحلو مش مستحمل، عامل زي الشفاف. شايفين كسر بكل سهولة. شايفين الرقاق يا جماعة بسم الله ما شاء الله مش مستحمل، يعني كده بيتكسر معانا بكل سهولة، مش معضم. يعني ايه معضم؟ بيكون كده ناشف، اول ما بتكسريه بيتكسر كده معاكي بصعوبة وما بيطراش لو سجتيه في لبن او في شوربة. هنا خدت لكم اللقطة دي جنب الشباك كده علشان تشوفوه اوضح. شايفين بسم الله ما شاء الله. لو انتوا وصلتوا معايا لحد هنا بالله عليكم تحطوا لايك علشان الفيديو يترفع ويتشاف. لو انت حابة تسوي الرقاق على عين البوتاجاز، بتخلي كورة العجين كده صغيرة في حجم، يعني على كد الصينية اللي انت هتسوي عليها على عين البوتاجاز. بعد ما الصينية بتسخن كده بتخلي النار هادية وبتسوي عليها الرقاقة. انا عملته معاكم في القناة كذا فيديو، عملت برضو معاكم هو الرقاق عملته في الفرن وعلى عين البوتاجاز في فيديو واحد. شايفين الرقاق بسم الله ما شاء الله. لو انتوا وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا يا ريت تعملوا لنا لايك وكومنت حلو علشان نتشجع ونكبر بيكم ونستمر، ويا ريت مشاركة كتير للفيديو مع اصحابكم علشان يتشاف، وتنورونا بالاشتراك في القناة. السلام عليكم.